السلام عليكم الإخوان والأخوات المتابعين الكرام. نتمنى إن شاء الله تلقاكم الفيديو بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. الإخوان، سبحان الله هو لا يدوم إلا وجه الله. يعني هاد العوينة اللي كانت معروفة في عين بني مطهر واللي كيسميوها عوين طريان، يعني معروفة، والناس الأغلبية حتى اللي كيمروا من على الطريق الرئيسية اللي رابطة بين فيقيق ووجدة. تقريبا كاين بعض الناس اللي كيهبطوا يشربوا هنايا، او حنا هنا الساكنه ديال مدينه عين بن مطار كنا نسقيو من هاد العوينه، وما عمرنا اننا نويو، يعني سبحان الله العظيم، ان هاد عوين طريان غادي تنشف من الماء، لان هي ماء من عند الله سبحانه وتعالى جاي ما بين عشية وضحاها. لقينا بان عوين طريان صافي ما بقاش فيها الماء، نشفت من الماء. الاسباب واش هي الله اعلم الإخوان، مازال ما عرفناش واش هي الاسباب اللي خلات هاد العين تنشف وما تبقاش المياه ديالها جاريه كما كانت. كما قلت لكم العلم عند الله سبحانه وتعالى، ومازال غادي نعرفوا، يعني لا عرفت شي معلومه ولا ان شاء الله غادي نوافيكم بها وغادي نقول لكم عليها. نتمنى ان شاء الله ربي يسقينا واحد الغيث اللي ترجع هاد العوينه كما كانت، لحقاش راه الماء ديالها الاخوان يعني مجرب وزين، يعني كلشي الناس تسقي منها، ما فيهاش الكالكير، ما فيهاش الناس اللي مراد كيسقيو منها، والاغلبيه الساكنه ديال مدينه عين بن مطهر كلهم كيسقيو من هاد العوينه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ترجع كما كانت وترجع المياه لمجاريها. وشكرا لكم الاخوه والاخوات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.